يعني انت اللي بتتحكم في الضغوط ولا الضغوط هي اللي بتتحكم فيك؟ يعني لما تكون مضغوط من الاسره، مضغوط من الشغل، انت ساعات بتبقى مضغوط من نفسك، عايز تقعد مع نفسك. يا ترى بتعالج ده ازاي؟ هل تعرف المي تايم ولا ما تعرفوش؟ كل واحد فينا لازم يكون عنده المي تايم بتاعه. انا رندا ابراهيم، معالج نفسي، هعرفكم ازاي تتعاملوا مع نفسكم وازاي ان انتوا تحاولوا ان انتوا تعالجوا الضغوط النفسيه اللي بتجيلكم من خلال المي تايم. يلا بينا. ساعات لما بيكون عندك مشكله في الاسره او مع نفسك او في الشغل مع مديرك او الظروف الاقتصاديه اللي الناس بتمر بيها، ساعات بتبص تلاقي نفسك انك انت عايز تهرب، تروح تلعب، تتفرج على التلفزيون، تقعد مع اصحابك. انت كده بتعمل بالظبط زي اللي جاب مفرش وحطه على ترابيزه مليانه تراب وحط عليها الورد بتاعه. الناس شايفه ان انت بتضحك بتهزر بتتفرج على التلفزيون، لكن انت من جواك ضايع. طيب ازاي ان انت تعالج اللي جواك؟ لان لما احنا اتفقنا من كل يعني انا بكرر نفسي، انت كل مره انت رايق من جوه ده بيأثر عليك من بره. خلينا نشوف الكاتب هوارد فريدمان اتكلم وقال ايه على 5 خصائص موجودين عند اللي هو مش عارف يعمل المي تايم. المي تايم ما حدش بيعرف يعمله من ال5 دول. شوف نفسك من ال5 دول ولا لا. لو انت سريع الغضب، لو انت ما بتعرفش تسيطر على مشاعرك، لو انت عندك توتر، لو انت عندك ديبريشن، او لو انت عندك ايموشنال انستابيليتي، او اللي هو عندك مشاعر متضاربه، متلخبط، متنعكش من جواك. فانت لو شفت نفسك عندك الحاجات دي كلها يبقى انت مش عارف تعمل ازاي المي تايم. ودكتور ابراهيم دلوقتي، دكتور ابراهيم كريم دلوقتي منزل كتاب عن الطاقه الحيويه، بيقول لك ان العين لما بتشوف، النظر بتدخل على المخ علشان تترجمها فتوصل للبصيره. البصيره انك انت تبصر الاشياء اللي انت العين ترجمتها لك وبعتت لك بيها رسائل. فانت بتستقبلها ازاي؟ لو بتستقبلها بطريقه نيجاتيف يبقى خلاص انت النيجاتيف ثوتس هتتملك منك، وبالتالي هيبقى كل التراب المتراكم جواك مش عارف تتعامل معاه غير انك انت تهرب وتفتكر ان المي تايم بتاعك ان انا اكافئ نفسي على الشغل والضغوط، هروح العب مع اصحابي، هروح اقعد اسمع اغاني وانا في العربيه بصوت عالي، او ان انا اسمع الصعبانيات، او ان انا كذا كذا. وبالتالي المهم ان انا بهرب من شويه النعكشه اللي عندي من غير ما ارتبهم. لكن المي تايم بقى انك انت تقعد مع نفسك وتواجه المشكله وتكتب بالورقه والقلم كل المشكله والايجابيات اللي عندك، وبعدين تبدا تحلها وترصهم مع بعض، وبعدين تعمل ليميتيشن للحاجات اللي انت عايزها. يعني انت بدل ما مشتت نفسك ما بين ده وما بين ده وما بين ده، لا، ركز على كام حاجه هم الاساسيين اللي في حياتك. يعني ما ينفعش تجيب طبق وتاكل كل اللي فيه مره واحده، خدهم واحده واحده. فخد الاولويات الاول، اعمل ليميتيشن على الاحتياجات بتاعتك وشوفها، ما تفكرش في اللي جاي. نمره 2، ما تجريش، ما تقولش اصل انا عندي بكره كذا وكذا وكذا. نمره 3، لو انت جريت انت مش هتلحق تهضم اللي انت بتتعلمه او السكيلز اللي ربنا عطاها لك، وبالتالي البصيره عندك هيبقى شبوره، مش شايف حاجه خالص. نمره 4 بقى ان انت لازم تكون عندك عدم تنبؤ باللي جاي بطريقه نيجاتيف، عشان انت كده هتمشي عكس الحديث انا عند ظن عبدي بيه. فظنك في الله خير هتلاقي خير، ظنك في الله والعياذ بالله مش كويس يبقى انت ايمانك بقى، يبقى انت المشكله عندك فيها ايمان، ان انت بقى عايز حضن كده كبير كده الهي من رب العالمين تحس الاحتواء والاحتضان بنوره علشان توصل لمرحله من الهدوء النفسي. وبالتالي انت حطيت افكار، غذيت روحك، ما تنبأتش بحاجه غلط، وبعدين بتطلع من كل ده وانت في حاله من السكون والرضا والبصيره والشبوره بتطلع وبتجيلك الالهامات والافكار. تاكد ان انت اول ما توصل لده انت وصلت ان انت تستحق المي تايم بطريقه بوزيتيف، تطلع فيها وانت واجهت مشكلتك وحلتها وقدرت تحط فيها الليميتيشن والاولويات بتاعتك اللي انت هتقدر تمشي عليها. هو ده الطريق السيكولوجيكلي اللي انت ماشي عليه علشان تقدر توصل للبالانس الطاقي ما بين الجسد والروح والعقل. لما بيمشوا مع بعض في أسير واحد
فبتلاقي نفسك اللهم اني اعوذ بك من شتات الامور ومن شتات النفس. اللهم لملم شتات امورنا. تمام؟ شكرا ليكم، نشوفكم على خير، سلام عليكم.